مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مباشر مع قضية إنسانية بالدرجة الأولى، لكنها إعلاميا وسياسيا تقبع تحت ظلام دامس ولم تعد مطروحة بشكل قوي في الساحة الدولية ولا حتى الإفريقية. هي قضية أوغادين، هذا الإقليم الصومالي الذي ضمته بريطانيا لإثيوبيا وترفض الأخيرة منح شعبه الحق في تقرير مصيره. ما الدور الذي تقوم به حركات التحرر في الإقليم؟ ما خططها ومن يدعم هذه الحركات؟ وما هي علاقاتها مع الصومال؟ وهل تنتظر موقفا ما من الإدارة الأمريكية الجديدة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة، إبراهيم محمد حسين، ورئيس المكتب السياسي للجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي أوغادين، الذي ينضم إلينا من مكان أثر عدم الإفصاح عنه، وهو إذن قد تلقى دراسة التعليم الأساسي في الصومال، حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1993، كما حصل على الماجستير في نفس التخصص من الجامعة الأمريكية المفتوحة، يجيد اللغات العربية والصومالية والإنجليزية والسواحلية، وقد انتخب رئيسا للمكتب السياسي للجبهة المتحدة لتحرير أوغادين في عام 2006. مشاهدينا، نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم لضيفنا على الهاتف المبين على الشاشة وعبر الرسائل القصيرة SMS. سيد إبراهيم، في البداية أهلا بك. قليلون من يعرفون عن أوغادين وعن قضية أوغادين بالرغم من أنها أزمة سياسية يعاني منها الإقليم. برأيك لماذا هذا التعتيم على قضيتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الجزيرة والقائمين بها لإعطائنا وإتاحتنا لهذه الفرصة، وهي القناة الوحيدة التي فيما أرى تهتم قضايا الأمة بمختلف المناطق حول العالم. قضية أوغادين هي قضية قديمة جديدة، قديمة في تاريخها وصراعها، جديدة كل مرة لكونها تواجه تعتيم إعلامي. أما تعريفها كمنطقة فهي تقع في منطقة القرن الإفريقي وبين دول 4: إثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي. يعيش فيها 8 ملايين نسمة مسلمة يتكلمون باللهجة الصومالية واللغة العربية كلغة تعليم. يعانون من استعمار إلى آخر، فقد استعمر عليها الإيطاليون ثم البريطانيون ثم الإثيوبيون حاليا، وقامت عدة جبهات تحررية عبر التاريخ أكثر من قرن ونصف، ولا زال هذا الشعب يرفض الركوع أو السجود إلا لله سبحانه وتعالى. أما ما نعانيه أو ما سألتيه من التعتيم الإعلامي، فهي أن إثيوبيا تستعمر هذه المنطقة وتمثل إثيوبيا اليد طولى للغرب، للأمريكان والأوروبيين وغيرهم، وهي النائبة أو وكيلة سياسات الهيمنة الغربية في المنطقة. وعليه فسمعة إثيوبيا ووجودها أهم من كل ما تفعله. ومن الغرائب أن يحاكم عمر البشير في قضية دارفور، وإثيوبيا التي تقتل وتدمر وتعتقل الناس في أورومو وفي أوغادين وفي غيرها يكون رؤساؤها طليقين، بل ويكونوا مدعومين من قبل الغرب. فالمسألة أولا وآخرا هي تعتيم مقصود مبرمج مدعوم غربيا. طيب، يعني نظرة تاريخية سريعة على الإقليم. المعروف أن الشعب الصومالي انقسم إلى 5 أقاليم في مؤتمر برلين عام 1884 إلى 5 أقسام. الأقسام ال4 انفصلت واستقلت ما عدا أوغادين، مع أن الأقسام الأخرى كانت مستعمرة أيضا من جهات لها علاقات قوية مع الغرب، والغرب بالتحديد كان مستعمرها. مناطق الأخرى التي تحررت كلها مناطق كانت تحت الاستعمار الأوروبي، الإيطالي، الإنجليزي، الفرنسي.
أما هذه المنطقة فهي تحت الاستعمار الإفريقي، ومن أبجديات ووثائق منظمة الوحدة الإفريقية ترك ترك القارة الإفريقية كما تركها الاستعمار. يعني ليس من وثائق منظمة الوحدة الإفريقية أن إفريقيا يستعمر إفريقيا، فهذه القضية لها مبرر قانوني ظالم لا يعترف أن إفريقيا يستعمر إفريقيا آخر. ثانيا، إثيوبيا ليست مثل الدول الأوروبية التي لديها ما يسمى الخسارة والفائدة. يعني الإنسان الأوروبي يحاسب كم تفقد من الرجال، كم تفقد من السلاح ومن السياسات، لكن الإنسان الإثيوبي إنسان تقريبا أستطيع أن أقول ليس لديه معادلة اسمها فائدة وخسارة، إنما في ذهنهم وفي بالهم منذ قديم الزمن شيء اسمه غالب ومغلوب، قتلت أو قتلني، استوليت عليه أو استولى علي، ولا يفهمون إلا لغة القوة والسلاح. وهذا هو السبب الذي جعل يستولون على مناطق لا ترغبهم ويحتلون عليها. طيب سيد إبراهيم، في ضوء التعتيم الإعلامي الذي تحدثنا عنه، وكيف هو الوضع حاليا في أوغادين؟ هل عمليات أو جرائم الحرب التي تحدثت عنها التي تمارسها إثيوبيا ما تزال مستمرة؟ الوضع الراهن في أوغادين، وبالذات بعد انسحاب القوات الإثيوبية عن الصومال منهزمة ذليلة حقيرة، جمعت إثيوبيا كل جيوشها وتمركزت في منطقة أوغادين، وتمارس خلال الشهر الأخير وأيام عمليات بشعة، جريمة إنسانية ضد البشرية. شهد شاهد من أهلها حتى أن قبل أسبوعين كتب 4 من الكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى ملا زناوي رئيس الوزراء الإثيوبي يطالبونه وقف الإبادة الجماعية وانتهاكات ضد الإنسانية في أوغادين التي يمارسها تحت تعتيم إعلامي. يعني حتى أن ضمير الأمريكان ما تحمل ماذا يفعله الإثيوبيون زناوي وحكومته. لكن هذا الطلب ليس هو الأول من نوعه. كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت ونبهت إلى خطورة الوضع، ولم تتحرك أي جهة في المجتمع الدولي وبما فيها واشنطن التي حملتكم أيضا المسؤولية مناصفة مع إثيوبيا. كلامك صحيح، لكن أنا أقول حتى كون الهيئات أو المنظمات الحقوقية تتكلم عن هذه المنطقة شيء جديد علينا. خلال السنوات الأخيرة فقط ظهرت هذه القضية التي لها تاريخ من 1948 إلى يومنا هذا. لم يكن لا هيئات منظمات ولا كونغرس ولا أحد كان يتناول في السابق. فالكلام عن أوغادين ذاته إعلاميا أو سياسيا أو عبر المنظمات الحقوق مهم. أيضا هناك نستطيع أن نقول هناك منافسة عالمية في أوغادين بين الصين وأمريكا بخصوص الغاز الطبيعي في أوغادين. فمن هذا الباب ظهرت أصوات متنافسة تقريبا، لا يهتمون فينا لكن لمصالحهم. فهناك منظمات حقوق الإنسان تتناول الموضوع أكثر من أي وقت مضى، والكونغرس الأمريكي استمع خلال السنة الماضية أكثر من 3 مرات تقرير عن أوغادين. وهناك أيضا مواقف من بعض الحكومات. بريطانيا مثلا قبل شهرين أوقفت 130 مليون جنيه استرليني كانت شكل مساعدات لإثيوبيا عندما زار مسؤول المساعدات الخارجية من الحكومة البريطانية إلى أوغادين وشاهد بأم عينيه ماذا ترتكبه القوات الإثيوبية في أوغادين. أوقف هذه المساعدات، فيعتبر هذا تحرك لا بأس به. وأيضا من خلال الحكومات العربية هناك حكومات عربية وقفت موقف مشرف مثل دولة قطر التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إثيوبيا لأجل قضية أوغادين. فيعني هناك دول والأمة الإسلامية عمومتها كشعب واقفة معنا، نعم. وبعض الحكومات الإسلامية والعربية أيضا